عندي ولد يعني ضابط. ايوه اتعرف على بنت، خدت بالك البنت دي رحنا سألنا على اهلها أيوة. لقيناهم ناس مش كويسه. يعني هو اتعرف عليها وقال لكم تعالوا اخطبوها لي. اه تمام، فانتوا رحتوا. من حضرتك فانتوا فطبعا رحتوا. احنا لما سألنا عليهم قالوا ارجعوا، يعني ما احنا رحنا البلد قالوا ارجعوا ما تطلع اللي ما سالتوهم في الشارع قالوا لكم ارجعوا. اه انتوا عارفه البلد. يا سعاد هانم، أيوة. انت عارفه حضرتك انتوا سالتوا مين؟ اه لا ناس عارفه. من البلد. لا لحظه يا فندم، لا مش ناس، ما الناس أيوة. كل الناس ناس. لا انتوا اه عارفين الدكتور مبروك عطيه ده هو اللي خارج من بلدهم، اه او الحاج محمد عبد السلام شحاته، ما فيش اسم اسمه كده، أيوة. اللي موثوق فيه وعلى خلق اه ومحترم. ايوه سالتوه فهو انا هقول مركز لحضرتك ثقه. احنا يعني يعني استني يا ام الظابط، يا ام الظابط، ايوه ناقشيني ايوه ابني انا ايوه موجوع. ايوه ولا سالته اي حد؟ طبعا لا سالته اي حد. لا مش اي حد، احنا وما سالته دخلنا ناس جامع. معروفين بالاسم ان هم محترمين، ايوه ولا ايوه فيش دخلنا بينهم لشيخ وبين اهل الجامع البنت خصومه؟ ودخلنا للعمده بتاع بالراحه البلد. عليا، بالراحه عليا. العمده على عيني وعلى راسي، ويعرف اه البلد، وعنده الشيخ بلد والشيخ غيره. بس عايز ايوه اقول لك، هل بينهم وبين العمده، ولا يهمك يعني ايه عمده؟ عمده اه على دماغنا من فوق، بس لازم اه نسال برضه، ما هو بني ادم. هل بين العمده وبين اهل البنايه دي مشكلات فاعلات؟ لا طيب هو جابوا لنا القرار كويس، بتاعهم كله. كويس قوي. فالعمده قال ارجعوا. اه وانا قابلت البنت وقلت لها، واجهتها بالحقيقه، قالت والدتي بتاعت مشاكل. قالت ايه يا فندم؟ قالت والدتي بتاعت مشاكل، يعني هم جم قعدوا سابوا ابوهم وامهم، هم بنتين سابوا ابوهم وامهم وجم قعدوا في القاهره. يعني البنيه وامها سابوا وبنتها واختها. سابوا بابا البنيه في قلب القريه، اه وطفشوا وراحوا القاهره. واختها لحظه، واختها وطفشوا ها؟ واختها. انا واختها وجيران، بس اه طفشوا من البلد. ايوه هما الاثنين قاعدين بعيد عن امهم وابوهم. امهم مع ابوهم في البلد. اه البنات اللي طفشت ايوه واهاليهم في البلد، او امهم وابوهم ما يعرفوش حاجه عنهم. ما يعرفوش عنهم حاجه. وهم لما جم القاهره اه كملوا دراسه واشتغلوا مش واعتمدوا على دراسه، ده هم نفسهم. دبلوم صنايع. يعني خدوا الدبلوم قبل ما يتفشوا، ولا خدوه في القاهره بعد ما جم؟ لا هم واخدينه هناك عندهم. يا ريتهم كانوا خدوا هنا، كنت هقول لك دول احرار، دول مجاهدين وان كانوا غلطانين، بس يعني واخدينه اه هناك، خدوا الدبلوم وكرهوا البلد بقى والقريه وجم هنا. اه كانوا البنت بياكلوا منين؟ كانوا بياكلوا منين لما جم هنا؟ بيصرفوا على نفسيهم الله اعلم بقى. بيصرفوا منين؟ ما ما هو اعرفش يعني اكيد اشتغلوا، ما بيشتغلوا. ممكن يكونوا اشتغلوا في اكيد مصنع، بيشتغلوا اشتغلوا في بيشتغلوا. حاجه. اه او ابنك اتعرف عليها فين؟ برضو دي مردود لها بعد. اتعرف عليها القائد، هو اللي عرفه عليها. والقائد ايه اللي عرفه القائد بيها؟ بتاعه هو اللي عرفه عليها. ايوه، القائد بتاعه ايه اللي عرفه بيها؟ برضو اي حد لانه عارف هيعرفه اختها. هسألك نفس السؤال. كان عارف اختها. يعرف اختها. المهم اه انت قلت لابنك يا ولدي، كل فوله، ده الكلام اللي انا بقوله هنا في الموعظه الحسنه، كل اه فوله ولها كيال، وانت ما انتش ايوه كيال البنايه دي. هو اه ربنا يبعت لها اللي زيها، اللي يرضى بيها. انت راجل ظابط ليك مستوى معين. واحنا رحنا سالنا وخدنا بالاسباب، وحضره العمده قال بعدوا ومروحوا وحاجات زي كده. ممكن يعني انت تقولي له كده، يعني لو عايز انا اقول له كده، انا اقول له كده، اقول له لازم الجوازة تبقى على مستواك، أنا مصمم على ده. وقبل مني أبو حنيفة الله يرحمه بألف سنة وشوية، اهوت بألف سنة وتلتمية، قال لابد من المستوى. مراعاة المستوى ده أمر واجب جدا وشرط من الشروط، وما ينفعش الهبل اللي الناس بتقع فيه. بلاش بقى الافلام الابيض واسود القديمه بتاعت اللي بتشتغل في بتاع كذا ياخدها ابن الباشا. ما الكلام ده مش ينفع، ما ينفعش ابدا. هم هيبقوا 4 5 6 ايام وهيقول لها يا جربوعه، وهي هتقول له انت مفكر ابوك باشا؟ ده انتوا اوطى الناس، وهيتخانقوا. بس بعد ما تيجي حيلين 3 ضحايا. المستوى مهم قوي، المستوى يراعى. انا بقول لكم بلاش عجله، بلاش كلفته. لما تيجي بنت من القاهره سالتني في الموعظه الحسنه قبل كده، انا هنا من القاهره وعايزه، جايني عريس من الارياف، قلت لها ابدا ما تنفعيش. الدنيا حلوه وهيجوا الفلاحين وانا عارفهم كويس جدا، ياخدوك بالحضن ويبوسوك بوس، كل بوسه تجيب لك شبه كانسر كده اهوت وبتاع. طلعوا عينك بعد 4 ايام قومي، وهيقولوا عليك كلام انت مش متعوده، يخاطبوك بلغه، اللغه دي تدمرك. ايه يا اختي مهدود حيلك على ايه؟ حيل ايه ونيله ايه؟ بقى انا امي عمرها ما قالت لي كده، ولا جدي، ولا طنط جارتنا كانت تقول صباح الخير، تعمل لي كده في القاهره، مع انها غلبانه برضو وعندها تلفزيون لسه ابيض واسود، بس بتقول لي صباح الخير. لكن هناك مش هتعمل لك، ده تلدعك.
حماتك دي تلدعك، لانها اتولدت ورا الجاموسه زي حالاتي، وبس ما كملتش بقى وبقت مصنفره ومعاها دكتوراه وكده، يعني اتولدت ورا جاموسه واتعودت على الشقه يا عيني، برضه هي لها عذرها. فتجيب لابنها بنت ام صاحبتها وبتاع، تقول لها ايه يا حلوه، تقول لها خبر ايه يا اما كده، اهو زي انا ما بعمل كده. لان انت مش هتعرفي تقولي خبر ايه يا اما، هتقولي في حاجه يا تيتا، تقول لك تيتا دي كفيله الضحكه دي بانها تموتك.